بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض البيتزا الإيطالي. هنعملها كده مع بعض في البيت بمقادير سهلة وبسيطة. ده كده معايا كوباية مية دافية، هحط عليها معلقة خميرة. هنحط كده معلقة خميرة كبيرة عليها، ومعلقة سكر كده اهي، معلقة كبيرة، وهنقلبها كده اهي من غير مش هختبر هعمل هشتغل على طول، وهسيب العجينة انا هقلب لحد الخميرة بس ما تدوب في المية كده من غير اختبار ولا حاجة. وهنا معايا 3 كوبايات دقيق، ولا حوالي 3 كوبايات، حوالي نص كيلو دقيق. 3 كوبايات دقيق اهو. هننزل عليه بمعلقتين لبن بودرة اهو كده اهو، معلقتين هرمين كده. وهنا وكمان معلقه بيكنج باودر، او نص معلقه بيكنج باودر كده اهو. وهنقلب كده، وهنا رشه ملح، وهنحط كده حوالي 4 معالق زيت. دول يعني حوالي ربع كوبايه، ال4 معالق بيدونا حوالي ربع كوبايه زيت اهو كده. وهنا طبعا انا حطيت كوبايه ميه بس، على ما اشوف الدقيق بتاعي العجينه هتعمل ممكن تاخد اكتر من كوبايه، ممكن تاخد كوبايه ونص كده. هنشوف المها كده، هعملها بايدي اهي يا حبايبي. كده هنا يا حبايبي انا هحط على الخميره على العجين معلقه خل بس. معلقه الخل ديت بتخلي اي عجينه تبقى ناجحه في التخمير بتاعها، ان هي تخليها تخمر اهو. هي هجيبها كده تعجن بايد واحده يا حبايبي. وبعدين العجينه بتاعت البيتزا بتبقى يعني طريه. انا بعجنها بايد واحده اهي. هنا يا حبايبي شايفين العجينه بتاعتها طريه وناعمه ازاي شايفين بتتعجن بايد واحده اهي يا حبايبي، ناعمه هي بتبقى طريه شويه. سيبها كده لما تخمر. هتخمر بقى، مش هقولك لا نص ساعه لا ساعه، على حسب الجو عندك، على حسب الجو يا حبيبتي كده هتلاقيها تخمر معاك. هنغطيها كده ونسيبها تخمر براحتها. وهنا انا حضرت للصلصه بتاعت البيتزا. سلقت 4 حبات طماطم مع بصله صغيره مع فصين توم اهو، بدل ما احط بصل بودره وتوم بودره لا، انا سلقتهم اهو، وهضربهم كده وهوريهم لكم يا حبايبي.
اهو يا حبيبتي، اهو يا حبايبي، ديت نص معلقه بابريكا كده عشان اللون بتاعها بس. اهو اقلبها. ديت الطماطم اللي انا سويتها مع البصله الصغيره مع الفصين التوم، بدل ما احط ايه توم وبصل بودر، لا. شايفين ناعمه ازاي؟ ديت هتبقى ايه اللي هي الصلصه بتاعه العجينه، الصوص بتاعها ده. جهزها كده عليها على ما اشوف العجينه. ده كل العجينه بتاعتنا لسه ايه، لسه هنشوفها بقى خمرت ولا لا. بنجهز لها الحاجات كده على ما تخلص. هنا يا حبايبي جهزنا الحشو بتاعنا والعجينه بتاعتنا. هندهن الاول كده الصينيه بماده دهنيه بزيت او سمنه زي ما تحبي اهي، والجوانب بتاعتها كده يا حبايبي كلها بالكامل كده اهي. وهنا ادي العجينه بتاعتنا اهي. ايوه اهي، شايفين ديت دليل على ان هي خمرت مفتحت الفتحات اللي في قلبها دي. هنشوفها وديت ايه، بسم الله ما شاء الله، سامعين صوتها فاضيه خالص مفرغه من خمرانه. هنا هنحطها ايه، هنحطها كده في قلب الصينيه، صينيه ايه مقاس 30 كده. اهي كده فردناها، وهنمسكها ونخرمها كده بالشوكه عشان ايه ما تقبش معانا. نخرمها كده العجينه بتاعتها مطاطيه خالص. هنا هننزل ايه يا حبايبي، شايفين انا رفعت ايه الاطراف كده فردتها شويه عشان ايه هاجي اعملها ايه بالجبنه كده واتنيها عليها. اعمل ايه احشي الاطراف كده جبنه اهي عليا يا حبايبي حبايبي كده احشي كده الاطراف على بتاعتها، هتنيها كده عليها. ديت ايه البيتزا الايطالي كده. هتني الحافيه بتاعتها كده يا بنات اهو يا حبايبي، هتنيها عليها كده هتشدي، كل ما هتشدي العجينه بتنط معاكي مش هتقطع ولا حاجه. يعني ايه حلوه وسهله وبسيطه جدا يا حبايبي. هاتني كده انا بتني الحافيه كده بتاعتها اهي. يا بنات يا حبايبي في ايه، فين الاشتراكات بتاعتكم؟ حاجه بسيطه شايفين. انا بتنيها معاكم كده واحده واحده هي بنات عشان ايه ما بعديش حاجه. انا مشغله الفيديو على كل حاجه اهو عشان تشوفوها يا حبايبي. كده اهو شايفين اهي كده هي يا حبايبي. تنيت الحافيه بتاعتها كلها متنيه اهي معانا اهي يا حبايبي. انا خرمتها اهي
علشان ايه ما يبقاش فيها اي هوا. طلعت الهوا منها خالص اهو عشان ما تقبش كمان. شايفين هنزل بها كده اهو يا بنات، شايفين الحشو بتاعنا بقى. عندنا فلفل على زيتون، اي حشو عندك بقى يا حبيبتي حطيه، حته فرخه حطيها، لانشون حطيه، بسطرمه زي ما تحبي. اهو ده الفلفل، حطيت فلفل وحطيت زيتون، وعندي شويه ايه جبنه كده. ارش الاول الجبنه اهو، شويه جبنه كده ارشهم مع الخضار. وبعدين عندي شويه جمبري صغيرين من اللي هو ايه بتاع الكوبيبه ده، حطاه برضه اهو. يعني ديت ايه بيتزا بالخضار والجمبري. زي ما تحبي بقى احشيها زي الحشوه اللي تعجبك يا حبيبتي. وادي الجبنه اهي يا حبايبي. الجمبري لو بتحطي جمبري كبير وعايزه تشوحيه شوحيه، بس ده الجمبري عامه اما بيقعد على النار الصغير ده 3 دقايق 5 دقايق بالكتير قوي، الكبير ب10 دقايق، لان الجمبري كل ما تحطها على النار بينشف. فهو هنا يا دوبه اهو يا حبايبي، شايفين اهي اهو يا حبايب قلبي. انا مش عايزه اودي على الاطراف ديت عشان مع السخونيه ما تسحش تحتيها، تبقى سايحه في قلبها اهو يا حبيبتي. شايفين دخلها الفرن كده، الفرن يكون مولعينه بحيث ايه ان يبقى سخن يتحط فيه ايه ده كله اهو يا حبيبتي. اهو يا حبايبي اهو انا خلصتها كده اهو، وادخلها الفرن. الفرن طبعا ولعته على درجة حرارة كده 180. شوفوا شايفين انا بوريه لكم كده اهو، شايفين اهو يا حبايبي. دخلها كده الفرن نشوفها بعد ما تستوي بقى يا حبايب قلبي. بس لايك وشير كده علشان ايه، واعملوا متابعة للقناة عشان كل حاجة توصل لكم يا حبايب قلبي. اهو يا حبايبي شايفين طلع لها اهو، بسم الله ما شاء الله. هنقطعها بقى، ما عنديش ايه قطاعة بيتزا، انا ما عنديش قطاعة بيتزا، هقطعها كده يا حبايب قلبي. اهي يا بنات شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده فاخر من الاخر. شايفين يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميلة جميلة. والله ولا كلمة.
بنكون كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا يا حبايبي. الفيديو بتاعنا كان طريقه ايه عمل البيتزا في البيت، البيتزا بكل تكاتها وحركاتها، وايه مفيش اسهل ولا اطعم من كده. اشوفكم على خير يا حبايبي الفيديو الجاي ان شاء الله. ديت النهارده صينيه بيتزا عاملينها في البيت، جميله ولذيذه. شايفين مفيش بعد كده، شايفين حاجه كده فاخر من الاخر. كلوا كده وشوفوا الطريقه يا حبايب قلبي على القناه.